فاهم. افضل ممثله. افضل ممثل مي عمر. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وعيد سعيد عليكم جميعا كده وعلى أسركم يا رب. في البداية يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والدعم، عايزين نوصل بقى كده ل1000 مشترك إن شاء الله، لأن لسه أفلام العيد إن شاء الله هننزلها لكم قريب يعني. اهم حاجه من ارائنا هي ارائكم انتوا، اه. متفقين معانا ولا لا، وتسيبوها لنا في الكومنت. رايكم اللي احنا هنقوله في مسلسل حشين متفقين معاه ولا لا؟ رايكم في تقييماتنا في الاخر للافضل في موسم رمضان متفقين معانا ولا لا؟ مسلسل حشاشين احنا كنا نزلنا عنه انطباع، هسيبه لكم فوق في الايل. اتكلمنا عن قصة المسلسل كاملة اللي هي بتحكي عن صعود حسن الصباح في الفترة ضد السلاجقة، مم. وبناخد قصة حياته طبعا مش من بدايتها لكن من بداية شباب حسن الصباح إلى نهاية حسن الصباح ووجود في طائفة الحشاشين. فبعد مم. أول 10 حلقات دول كان في معركتين حربيتين كويسين جدا، منهم واحدة ماستر بيس اللي كانت في حلقة 11، واحدة كويسة حقيقة. في حلقة 23. انطباع عام بعد نهاية المسلسل، هو مسلسل عامل زي موج البحر، زي الساين ويف. مسلسل مم. كان طول الوقت ما بين صعود وهبوط، صعود وهبوط، صعود وهبوط، مم. فمربك جدا مسلسل الحشاشين. انا متفق معاك، اللي هو عنده لحظات كتيره في الاجاده والتميز، وعنده لحظات كتير في عدم التوفيق. مش هقدر اقول لك تخييش يعني، بس لا، هو عدم التوفيق يعني اكتر منه. هو انطباعي العام عن المسلسل انطباع ايجابي، كان ممكن يكون انطباع ايجابي جدا وممتاز كمان، بس هو بشكل عام طبعا انطباعي ايجابي. الانطباع ايجابي لان مميزاته عندي اكتر من عيوبه. يعني لا، المسلسل بالنسبه لي كان بادئ بدايه مش جذابه، بعد كده اتحسن كتير جدا. اول 10 حلقات احنا في سنة احباط، من حلقة 10 ل 15 اه. صعود رهيب، افضل فترات المسلسل. من 15 ل 20 ولا حاجة، بعد مم. كده من 20 ل 24 صعود، ل 24 مم. 27 هبوط، من 27 ل 30 الدنيا بتتحسن، وفي عيوب استمرت وفي حاجات اتحسنت. الجزء بتاع العيوب، في عيب استمر مثلا زي الحوار طول المسلسل. كنت بقول في الاول في حلقه قلناها في الاول ان الحوار ركيك، واستمر برضه على ذلك الوضع. الحوار كان سيء طول المسلسل لدرجه ان مفيش مم. ولا جمله حواريه هتفتكرها، حتى لما بتلاقي البيجات فيسبوك لما تيجي تطبل لمسلسل مش عارف ايه بيجيب له جمله مثلا، مش مفيش الجو ده. مش لاقيين محتوى. مش لاقيين محتوى يطبلوا بيه. انا مش هقول مم. عليه غير موفق، لا هقول عليه سيء. مم. ده عيب استمر، لكن في عيوب بعد كده اتحسنت. يعني احنا كنا بنقول ان مفيش دراما، بقى في دراما. الشخصيات عندنا ارك الشخصيه الرئيسيه اللي هي حسن الصباح. بص، مش هقدر اقول ممتاز لان انا حاسس ان في حته ناقصه في اللي حياه حصل حسن الصباح. اللي حصل في اخر حلقتين ده احنا جرينا قوي. بعدين احنا بننط بالزمن من غير ما بتقول لي انت كمسلسل، من غير ما بتقول لي، ومن غير ما بحس حتى في شكل الممثلين ولا المكياج ولا الحاجات دي. فبعد كده رحت جاي في الاخر قفزت قفزه رهيبه. انا ما اعرفش دي كام سنه اصلا، ما اعرفش حسن الصباح مات عنده كام سنه. في حته ناقصه، بس تمثيل كريم عداها. اول احنا كانش فيه دراما بين الشخصيات نفسها. يعني مثلا كانش في مراته صراع. اه. هي من نور الدين بقى فيه صراع بينها وبين حسن الصباح، بقى ليها دور. امم. شخصيه يحيى بن المؤذن اللي عمل دورها احمد عبد الوهاب بقى فيه صراع، وصراع قوي للغايه جدا. بينه وبين حسن الصباح وبعض العاب تقدر العقل. تقول الشخصيات اهدافها وضحت. يعني الله بقى ينور ده انت عليك. عارف هو عايز يعمل كده، ده عايز يعمل كده، ده عايز يعمل كده، يعني في النص زيد التاني من المسلسل. المسيحون اللي عمله احمد عيد برضو كان امم. جزء جيد جدا في الدراما بتاعت الشخصيه. برضو جزئيه برزق أميت، امم. رائع 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 ككتابه شخصيه. الارك بتاعه كتابه تمام، بقى في صراع. لان احنا كنا بنعيب عليه ان ما كانش في دراما في الاول، بقى في دراما بعد كده. لكن ستيل الملك السلجوقي اللي عمله عمر الشناوي امم. وملك ضعيف السلجوقي للغايه. والسلطان اللي قبله اللي هو كان اسلام جمال. شخصيه مكتوبه بمنتهى السوء. منتهى السطحيه، مش منتهى مم. السوء، هي منتهى السطحيه يعني انت تحس ان انت لو قصيتها من الاحداث الدنيا مش هتتأزم خالص يعني. زي عمر فاهم؟ لو خيرت كده. كنا بنشير بس كده اللي احنا عندنا سلطان او ملك من غير ما نروح له لمشاهده، الدنيا هتمشي زي الفل جدا عادي. المعالجه اقدر اقول عليها جيده، وكان ممكن بسهوله توصل تبقى ممتازه، لان انت اتفق عندك اتفق بيز كبيره جدا تقدر ان انت تطلع منها اتفق حاجه محترمه اتفق يعني. للغايه، اتفق للغايه. عايزك انت بقى تخش في التمثيل. تمثيل كيمو، يعني اداء كريم عبد العزيز في المسلسل ده واحد بالنسبه لي، انا رايي الشخصي هو واحد من افضل اداءاته. اكيد يعني من التوب 3 عند كريم عبد العزيز. طبعا طبعا حسن الصباح موجود جيد جدا طول 27 حلقه، 28 29 30، ضرب الامتياز رهيب الصراحه في كل اللايرز بتاعت الشخصيه. كريم عبد العزيز اللي السيناريو ساعده فيها، والسيناريو سابه لوحده، اللي الاخراج ساعده فيها، واللي الاخراج سابه لوحده. اداء كريم عبد العزيز هو كان العنصر الاكثر ثباتا في المسلسل بالنسبه لي. يعني هو كان عنده ليفل ما بينزلش عنه، تحول رهيب في الشخصيه. ان كان الكتابه خانته، يعني في المسلسل الكتابه خانت التحول ده لانه حصل بسرعه.
لكن اداؤه، الدموع اللي في عينيه اللي ما بتنزلش، هي ثابته هنا ما بتتحركش، اداء رائع رائع رائع، من افضل اداءات كريم عبد العزيز بالنسبه لي. حابب اشيد ايضا بسام الشيخ اللي هيزيد يعني حثني عليه المره الثانيه والثالثه. برزك اميد ده اكتشاف، انا ما اعرفش ازاي الممثل ده كانش بيمثل في مصر قبل كده. الموهوبين بيبانوا يا جماعه. زيد بن سيحون، انا حسيت بغياب احمد عيد كدرامه مسلسل وكتمثيل اه، وفتحي عبد و... الوهاب انا افتقدته جدا. وافتقدت كمان فتحي عبد الوهاب. احمد عبد الوهاب ما كنتش حابه في الاول لانه كنتش حابب علاقته لا هو ولا نورهان مراته دي، بس بعد كده بقى ليها لازمه وهو مم. بقى احسن. هو ما حتى ما كبر شويه في السن بقى احسن واركز بكتير في ادوار سيئه زي اه الينار سوزان نجم الدين، دور سيء. نيكولا جدا. معوض. مش هقول كده مثلا عن محمد يوسف اللي كان عامل بلال الصهبان، لا كان عامل دور كويس وفي مم. ترانسفورميشن كان عامله، هو مش مليان ولا هو اصلع، فاحترمت ده مم. عنده. سارة الشامي ما كانتش موفقة في دور نورهان. منا نور الدين عادي، مش حلو ومش وحش، عادي. بس افضل مما توقعت. يعني انا اه، كنت متوقع حاجه اقل الصراحه. انا استغربت مثلا امينه خليل طلعت في حته زي حته ولا يعني لا تذكر، يعني قلت ليه هتظهر يعني؟ لنا اه تاني، فعلا. ما ظهرتش. مم. شيري عادل مم. طلع في الحلقه الاخيره، دور لا يذكر ايضا، لا فمش بس ماشي، يعني شارع عادل ممكن، لكن أمينة خليل دلوقتي تعتبر ستار. نجمة صف أول. امينه خليل ستار نجم صف اول. تطلع مشهد يعني، وبعدين مش مشهد مثلا اللي هو يعلم. لكن انا عايز اشيد بقى اكتر ميزه في المسلسل الا وهي المعارك. الإخراج. الإخراج. المعارك لا مش اخراج كاوفرول اخراج. الإخراج الحربي. لا، اخراج الحربي فقط، اخراج المعارك وهي شيء يدعو للفخر والاحترام يعني. جدا جدا، وكمان لما تعرف إن 90% من الكرو اللي اشتغل في المعارك دي تيم مصري، شيء يعني بجد بجد يخليك يعني فعلا تشعر بالفخر وتسقف لكل الناس دي، وعلى رأسهم طبعا بيتر ميمي. وهو بيتر ميمي الصراحة في الحتة دي يعني هو رقم واحد. يعني قلناها في الحلقه حقيقي رقم واحد. الاولانيه من اه. قبل ما نشوف في المعارك. بيتر ميمي رقم واحد في رقم. مصر في المعارك، مش الدراما، بالظبط، هو في المعارك. بيسيطر على المجاميع وعنده افكار، او بيشتغل مع تيم عنده اه، افكار. والحلقه 11 دي ماستر ف- بيس، حلقه 11 دي ماستر بيس يا جماعه. منتهى الجودة والدقة في التنفيذ الصراحة، يستحقوا كل التحية والشكر على الحلقة دي، والحلقة التانية برضو حلقه كان مستوى 23 كانت مستوى محترم. محترم، بس طبعا خانهم شويه فكره، ودي مش مشكله والله، دي عند هوليوود حتى يعني، مش عايزه نحمل مم. الناس اكتر من طاقتها. النيران مع النهار ما كانتش موفقه. كان في شغل اه باين قوي سي جي اي، بس مش عايز ان انا اصلا اقارن بحاجه في المعارك زي هوليوود باخطائها. يعني احنا بدأنا نوصل اه. بنتطور. بس هو عادة يعني هي برضو اللي بتفرق قوي هو ختم ازاي. ما ختم ازاي دي برضو انا عندي مشاكل مع الختمه. اخر 3 حلقات اللي حصل ده، انا قلت يا جماعه ده اكيد احنا مش هنلحق نخلص كل حاجه في 3 حلقات. مم. او قلت بقى هنعمل ستايل محمد سامي اللي الحلقه مم. المساعه دي. اه، الحلقه الاخيره عنده 24 محتوى. دقيقه، ده نظام مم. يوسف الشريف مش نظام محمد سامي. وده عارف برضو هيزيد عندي الانتقاد شويه، لان احنا في فترات في النص كانت فراغ. لا انت عندك 30 حلقة يعني ما طب جرينا يعني ليه برطع فيهم، في الاواخر؟ برطع فيهم يعني فده اللي بيجنني. طب انت جريت ليه في الاخر؟ وجريت في اه اخر 3 حلقات. انا مش بقول انهم وحشين، فيها تمثيل حلو، بس لازم نفرق ما بين اه. التمثيل الحلو وبين ايه اللي وصلنا لهنا. يعني في فرق بين القفلة اللي هو آخر حاجة حصلت في المسلسل، وما بين احنا قفلنا ازاي آخر 3 حلقات في بعض ناخد يتملوا أكتر. وقتنا، ناخد وقتنا في شرحهم، ناخد وقتنا احنا ايه اللي وصلنا لهنا. برضه طبعا مش لن ننسى عمر الخيام يا جماعه. الراجل قعد لا معانا لا 30 حلقه بلا بالظبط يعني. اي بالظبط. هدف. وتاني يا جماعة، نضال الشافعي في المسلسل، ما تحط نضال الشافعي في الدور ده ودي نيكولا معوض أي دور من دور اه، السلاطين. المسلسل الحشاشين فيه بعض الاسقاطات، مم. شيء نبقى باينه. الموسيقى التصويرية ايه رائعة. ده رائع، والتتر رائعة رائع. رائعة. مم. امين بوحيفه رجل يعني في الموسيقى التصويريه متمكن يعني. فكرتني كويس انت قلت على موضوع احمد الرفاعي ده، لان في حاجه كانت على جداني. الحلقه الاخيره جبنا احمد الرفاعي ان هو اللي بيحكي القصه، هو اللي بيحكي كل اللي احنا عملناه في ده. وجبنا واحد تاني ختم. مركبين عليه صوت احمد الرفاعي. لا يا باشا، لا 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 لا, لا. مم. اللي هو ابن يحيى. مم. جاء بقى دخل جوه دخل جوه، ما استغناناش امه. جبنا واحد رفيع مش احمد الرفاعي، ودبلجنا صوت احمد الرفاعي عليه. ليه يعني؟ انت طب يمكن ليه؟ اعتذر يا أخي، يمكن اعتذر ليه في آخر. ركبت الصوت ده عليه؟ والمشهد بلا اي داعي. المشهد ده ايه اللي حصل بعديه؟ ولا حاجه، كانه اتقطع. اه. يعني ابنه ده راح فين؟ عمل ايه؟ سوى ايه؟ عمل اللي عمله ازاي اصلا من الاول اه يعني. ايه اللي دخله؟ وبيحكي بأمارة ايه؟ هي يعني دردشه يعني، اعتبروني اخوكوا يعني، بفضفض معاكوا يعني. انا بعد ما اتفرجت على الحلقه 29 جه في دماغي كده اللي هو، بس انا كان نفسي ان يكون في عمل عن برزق. انا شايف بجد رحله الصعود في المسلسل اللي انا شايف انها مكتمله اكتر من حسن الصباح، هي رحله صعود برزق.
لو واخد برزق هو المنظار بتاعي على العالم بتاع الحشاشين، وهو بيشوف حسن الصباح بيعمل ايه، وبشوفه هو بيآمن بحسن الصباح، وبشوفه هو بيشك حسن الصباح، وبشوفه هو بيفقد ايمانه، انا كنت شايف ان في صراع عند برزق اللي المسلسل برضه، انا ماليش دعوه بالماتيريال الاصليه اللي المسلسل وراهولي، شايف ان الصراع عند برزق كان اكبر. انا هقول في الاخر ملخص، اكيد اكيد مسلسل حشاشين اكيد 100% هو خطوه للامام، باللي احنا اتكلمنا فيه، الحاجات الكويسه اللي فيه بالحاجات اللي ما كانتش موفقه فيه. ده مسلسل ممكن نفرجه طبعا. لاي حد في العالم، نقول له ده انتاج مصري، بس يصبر اول 8 9 حلقات، وده مش سهل. دي برضو حاجه غريبه جدا السنه دي، ان اغلب مسلسلات رمضان السنه دي بادئه مش قوي. نتمنى يا يستحق ريت كل الاحترام، حتى في نقده اه يستحق الاحترام، يستحق لان كل فعلا الناس الاحترام، اللي ورا الكاميرا يستحق كل الاحترام. دول الناس دول احترمونا اجتهدوا، جدا وده انا يعني جدا. الناس دي اجتهدت للغايه، وانا حاسس ان الناس عملت اللي عليه، ما حدش بخل بنقطه اه، عرق. في طبعا زي اي شيء، في حلو ووحش، حتى لو لكن التوفيق خانهم، بس انا اه متاكد ان كل واحد طلع كل الناس 100% دي من مجهوده يعني. طل. فانا دي انا بالنسبه لي ده شيء محترم للغايه. ما هو تقييمك لمسلسل الحشاشين؟ لا، قول لي انت هتقيم ايه عشان ما عنديش انا تقييم. 7.5 من 10. ماشي يا عم، 7 من 10. مش هنبعد كتير يعني. اه انا سبعة كده. ونص من عشرة اه. ونخش بقى دلوقتي على تقييم المسلسلات رمضان اه. 2024. ناخد اول حاجه، نبتدي ايه افضل موسيقى تصويريه انت شفتها السنه دي؟ ما فيش. انا مسلسل ما شفتوش، هو العتاوله. العتاولة كان بعدي اه. عليه كل شوية كده، مم. الموسيقى بتاعت العتاولة متفردة للغاية الصراحة. هي فيها جمله تلزق كده في الدماغ. يعني بص، طالما يا انا فكرت في المزيكا كده يبقى لا خلاص مش اه لا، هجاوب، انا حتى لو انا افتكرت حاجه مش هجاوب. انا هقول عتاولة سريهاني افضل سيناريو مم. من الحاجات اللي انت شفتها. برضو انا عايزين بس نقول على حاجة، احنا في مسلسل ما شفناش فبنتأسف عليه، لحظة غضب. في مسلسلات ما كملناش. اه في مسلسل كده. لحظة غضب، جودر. ناس اه. كانت اتكلمت عنهم بانطباعات ايجابيه، بس طبعا ما شفناش يعني كل دول. في مسلسلات بقى مم. نجحت بقى طبعا، بس اقسم بالله ما هتفرج عليها. مدح اربعه، المعلم، حق عرب، حق عرب. لميت حق راجل، عرب. بيت الرفاعي. طبعا في مم. منهم اللي نجح بترفعي زي، بنجح. لا في منهم اللي نجح زي مداح أربعة ايوه. وحق عرب اه. والمعلم. في منهم محدش سمع عنه حتى، زي صدفة المعلم ما نجحش. لا دي يا عم ترند، يا عم ترند ده لا، بيت ترند الترند. فين؟ مسلسل حسن رداد، انا وصل لي حلو. حاجات عنه والله العظيم اكتر من ده المعلم. منة فضالي اه. لسه انا منزله بحلف لك تصحيح بالله. حداش. اشتغلت فيه مجامله. بتقول لك انا كنتش عارفه كمل. السكريبت. تقول لك ايه بقى منة فضالي؟ قالت ان هي جالها تليفون، مش في ممثله مم. اعتذرت تعالي اعملي دور واحده قاعده، كانت بتروح مم. اللوكيشن يدور السكريبت تقراه وتمشي، تيجي تاني يوم تقول له السكريبت مم. تقراه وتمشي، وهكذا بقى. فده انا ده جاي في تخيل ده حب مصر. مسلسل بقى وعايزين ينجح، بس ماشي. اه. مم. انت إيه اكتر عشان مسلسل ايه؟ خذلك؟ عايز ايه؟ اكتر مسلسل خدعني خالد نور. خالد خالد نور نور وولده وولد نور نور خالد. خالد. اه. انا اكتر مسلسل اكيد. خذلني كان مسلسل عتبات البهجه ليحيى الفخراني، من مدى سوءه. ما كان غريب قوي اللي انت راهنت على يحيى الفخراني دلوقتي بفورمته دي، يعني غريب. انا ما توقعتش انت ان كنت يبقى عارف اللي هو ده. مجدي ابو عميره ومدحت العدل، ولا كنت اه فاكره شادي؟ اه كنت عارف. اه مم. وكنت عايز اشوف بقى الراجل ده بعد سنين ما بيخرجش هيوصل لايه، لسه واقف في 2002. مم. الاكثر مم. الاكثر خذلان، لا 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 مسلسل اكثر مم. خذلان، وفي اسوأ دور ست وراجل في الدور الاسوأ لممثل واحد اسمه خالد الشباط، واسوأ دور ممثله مناصفه ما بين جمانة مراد وهنادي مهنا. ماشي، بعد كده نوصل لافضل سيناريو. افضل سيناريو في اللي انا شفتهم. 3 hours later. في اللي انا شفتهم برضه، انا ما شفتش صلة اه رحم. افضل مم. سيناريو، وبجد هو كان بيغرد في السرب لوحده، مفيش مقارنه، هو ست رحم. مم. صلة رحم، بس انا ما شفتش صلة رحم. بس ممكن اقول لك اشغال شقة. اه اختيار حلو. ممكن اقول اشغال شقة. ده اختيار ممكن حلو. اقول اشغال شقة. نيجي بقى عمل على شخصيات وصنع مواقف اه كان صراحة كويس، حق كان الله موفق يستحق، الصراحة. يستحقها الصراحة. أفضل إخراج؟ اخراج. افضل اخراج بيتر ميمي. بيتر ميمي. أنا تامر النادي ثلاث صراحة. نيجي بقى نخش دلوقتي على الممثلين. أفضل ممثل مساعد مم. بالنسبة لك؟ انا عندي اسمين، برزق أميد سامي ومصطفى غريب. الشيخ ومصطفى غريب. أنا كنت وأنا بختار ما بينهم السنة دي، كان ما بين سامي الشيخ مم. برزة كوميت، كان ما بين أحمد عيد حشاشين حشاشين. برضو، مم. مصطفى غريب مم. أشغال شقة، والرابع بقى أنت هتستغربه شوية، مين؟ باسم سمرة. في العتاولة. اه الحاله اللي عاملها دي الصراحه ما ينفعش اتغاضى عنها يعني. اكيد يعني. لكن انا شايف انا بقى اللي استغربه شويه، انا رغم ان انا اشدت دائما بسامي الشيخ، افضل دور مم. مساعد السنه دي هو مصطفى غريب. مصطفى غريب هو اكتر واحد فرقع. اكتر واحد لا فرقع. لا لا ويستحقها. مم. افضل ممثله مساعده، وللمفاجاه اكتر منافسه السنه دي. ما انت شفت المسلسلات الحلوة مش مسلسلات خلاص، انا واقع هنا حظي، استغفر الله العظيم، اللهم لا ترد. هقول لك الكانديديتس عندي: انتصار في اعلى نسبه قول لي. مشاهده، جهاد ماشي. حسام الدين في بدون سابق انذار، انتصار في اشغال شقه. انا هروح لجهاد حسام عندي الدين في بدون سابق انذار. انزلوبو. دي كان اسمها ايه؟ ايمان ايمان السيد. السيد.
ايمان السيد، ممكن اختار ايمان عجبتك؟ السيد. تختار اسماء اه. السيد؟ اوكي. اه. اه. اختار جديد، ماشي. حسيت فعلا، لا لا بجد، انا عايز ادوق اكلك فعلا. يعني اوكي. بجد ايه الحوار ده؟ فاهم. افضل ممثله. افضل ممثل مي عمر. ملحمه طبعا. الاكثر تفردا الصراحه، الاكثر تفردا. بجد والله مين؟ انت طبعا هتظروفني واحده اسمها ابو اليزيد يا سلمى ابو ضيف. يعني هم احسن اتنين شفتهم ما بين اسماء ابو اليزيد وسلمى ابو ضيف. انا ايه يا جماعه المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها دي؟ ايه ده؟ انا ايه اللي حدفني الحدفه السوداء دي؟ ميرنا نور الدين. ميرنا نور الدين. انا اسماء ابو اليزيد، انا مش عايز اقول هي افضل ممثله السنه دي، هو افضل اداء في رمضاني ستات ورجاله. على كريم. واو. اسماء ابو اليزيد هو افضل اداء رمضاني السنه دي ستات ورجاله. عندها شيء متفرد مش موجود في ممثلين مصر. في ثلاثه كبار دلوقتي في مصر: هند صبري، منى زكي، منى ممثلات. شلبي. كل واحده اوكي. فيهم عندها ميزه في التمثيل. منى شلبي فيهم عندها ميزه متفرده عن الاثنين التانيين، مش لازم ان هي تبقى افضل، بس دي طريقه تمثيل. امم. عينيها، عينين منى اه. شلبي حوار، امم. يعني تمثل بعينيها. اسماء ابو اليزيد اختها. عينين منة شلبي، واضيف عليهم منة شلبي عندها استعداد للمرمطه عنهم لا مش هقدر اقول كده، لان منى شلبي، منى زكي عملت تحت الوصايه السنه اللي فاتت، صادقه امم. جدا وممثله. يا رب بس تبقى نكمل اختياراتها كويسه كمان من امم. فيلم دعوه عامه اللي كانت عاملاها مع احمد الفيشاوي والحاجات اللي هو اي كلام دي، امم. وتكمل زي اللي عملته في جوله اخيره واللي عملته في صله رحم. نيجي لافضل ممثل. انا ما بين اتنين: انا اياد كريم نصار عبد وكريم. العزيز. انا كريم. انا لغايه الحلقه 28 في الحشين انا كنت امم. مختار اياد نصار. بس وصلنا بعد الحلقه كده 30 اخترت كريم طبعا عبد العزيز. اه غاب علينا خالص. اياد نصار كان في حاجه تامر النادي عمل اخراج رائع. اياد نصار شخصيه هي الافضل شخصيه كتابه السنه دي. من اول حلقه في سكارز على وشه تدي اه. معنى، لو شخصيه مشوهه. امم. وبتزيد في حلقات وبتقل في حلقات. طبعا بيديها معنى واو. امتى انهي حلقات اللي بتزيد فيها السكارز اللي على وشه دي، وانهي حلقات امم. اللي بتقل فيها السكارز على وشه دي. لكن اللي خلى كريم عبد العزيز يعني حاله الجنان، حاله الحزن، حاله الفقد، مشاعر كتير كريم عبد العزيز اضافها. وهو محظوظ برضو عن اياد نصار في حاجه، ان هو كان عنده 30 حلقه وكان عنده رينج اوسع وكان عنده مراحل عمريه اكتر. هي مش دايما حظ، هي ممكن تكون عيب او مش عيب، ممكن تكون تحدي اكتر. هو نيجي رائع في الصراحه. الاخر لافضل مسلسل انت شفته. الحشاشين. نصر طبعا افضل مسلسل، ما فيش مقارنه بينه وبين مسلسلات رمضان كلها. هو بيلعب في حته ومسلسلات رمضان بتلعب في حته تانيه. هو صلة رحم. صلة رحم، امم. صلة رحم. وانا زعلان ان صلة رحم الناس خدش ما اعرفش. التقدير. اه. لكن ما نجحش النجاح اللي يستحقه. بما انك انت في مصر، ايه اكتر مسلسل نجح في مصر؟ فانا كنت بشوف العتاوله شغال في الشوارع وفي القهاوي وكده، بس اللي انا شايفه ناجح بسبب اللي هو مسلسل شعبي، يعني حق عرب. واو. اه. اجابه كنت لا اتمناها. حزينه، اجابه حزينه. اعتقد العتاوله. انا شايف اللي الحاجات اللي نجحت قوي السنه دي: العتاوله وحق عرب، معلم بتاع مصطفى شعبان. انا مش عارف فين ده، آه، شفته فين ناجح. والله هو هو بص، الفنان مصطفى شعبان قال كده. اه قال لا لك ماشي خلاص، طالما قال لك الفنان بنفسه خلاص، ما تقول لي هو كده قال لك انا المصدر يا اخي. مسلسلي رقم واحد، آه. والشمس وهي طالعه ما ينفعش ما تشوفهاش. اللي برضه كنت شايفه ناجح مداح اربعه. سبحان الله، سبحان الله، هو حماد دهلان بني ادم محترم محترم وفايده. ونقي، ده اللي كنت وربنا شايفهم بيكرمه. ناجحين يعني السنه دي في رمضان. يعني حشينا توقعت انه ينجح اكتر من كده. جدا، انا توقعت ان بس هو ده اللي اقول لك ايه اللي هيلم حصل، الناس. اللي حصل في اول حلقات ده وقع الدنيا خالص. اللي حصل في الاول ده بص هقول وقع لك على الدنيا حاجه، خالص. هقول لك على حاجه. هو عشان انا جعفر العمده السنه اللي فاتت اول 7 حلقات كان عادي، لحد ما قامت عركه المسلسل فرقع. مشكله الحشاشين اللي هو فرقع متاخر. لا وغير كده ان حشين غير جعفر عمده. جعفر عمده ده في الحلقه 17 هتفهم ايه اللي حصل في اول 17 حلقه. حشين مش كده خالص. انت لو دخلت من حلقه 20 هتفهم ايه اللي حصل في اول 20 حلقه. كلامنا عن موسم رمضان، وكانت رحله طويله وشاقه الى حد كبير معاكم. اتمنى يكون عند حسن ظنكم اتمنى نكون خفاف يا جماعه. او ان انا كنت خفيف، ما كناش تقال عليكم. الحلقه دي زي ما قلنا لكم هتبقى طويله شويه عشان شاشين وتقييم موسم رمضان. واهم مم. حاجه رايكم انتوا، ايه رايكم؟ متفقين معانا ولا لا؟ ويا ريت الشير هيفرق معانا جدا، والسبسكرايب هيفرق معانا اكتر، والكومنتس جدا. هتفرق معانا بقى. احنا عايزين نسمع ارائكم، نتكلم مع بعض ونتناقش زي العاده يعني. وان شاء الله مم. نشوفكم الحلقه الجايه في افلام فيلم من العيد افلام بقى العيد. ان شاء هيبقى الله. فاصل من اللحظات اللذيذه يشقوا، لاننا مش هنخش على الماشي. انا مش هقبل ان جون يخش طبعا. على الماشي. طبعا انا تعبت بقى، خلاص بقى. انا مش خلاص هقبل بقى. انك تخش على الماشي، بس دي الحلقه مم. الجايه ان شاء الله. كل سنه وانتم ان طيبين. شاء الله. عيد سعيد، وشكرا ليكم جدا. وانا قد ما انتم بتقولوا لنا كلام كويس، احنا كمان بنحبكم يا جماعه. فباي باي، وكل سنه وانتم طيبين.